يعني مش متخيلين بشويه دقيق وميه نعمل الحلويات دي كلها ديت زي ما بنشتريها من الافران واحلى كمان. وبدل الواحده ام 5 جنيه احنا عملنا بكيلو دقيق كل الكميه الحلوه دي. تقدروا تكبروها وتقدروا تصغروها فتطلع معاكم كميه كبيره جدا وطعمها وريحتها تحفه جدا جدا. الشكل وعلشان نعملها هنجيب بوله حلوه كده، هننزل فيها بكيلو من الدقيق منخول كويس جدا، عليه معلقتين من اللبن البودر اختياري، باكت من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من السكر، ومعلقه صغيره من الملح. بدوبهم كويس جدا مع بعض. بنزل بنص كوبايه من الزيت، وبحيث ان انا امكسها كده شويه مع الدقيق، او احس ان انا بسيتهم شويه. تمام. بنزل بميه دافيه تكون تدريجي لحد ما تكون لي عجينه كده تكون منعكشه كده، وبعد كده بفضل اعجنها كويس جدا جدا فتره ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما نوصل لقوام ان العجينه معايا طريه جدا فيها تلزيقه خفيفه. بدهن سطح العجينه دهنه خفيفه من الزيت وبغطيها ببلاستيك علشان في التخمير ما تاخدش من العجينه. في الوقت ده بجيب الصينيه بتاعتي بدهنها دهنه خفيفه جدا من الزيت. وعشان نعمل الحشوه نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره من القرفه، ومعلقه من الدقيق، وحبه ميه صغيرين كده معلقتين، بحيث ان هي تكون لي عجينه كده لحد ما مفرفطه شويه. تمام. الدقيق بيحاول ان هو يمسك سيلان السكر لما يدوب مع العجينه، وان هي تفضل محتفظه بالحشو بتاعها كده وتتوزع مع العجينه كويس جدا. تمام. في الوقت ده العجينه بتاعتي اختمرت، بخرج منها التخمير واقطعها كويرات تكون صغيره، لان في التخمير لسه هترفع تاني وفي التسويه فيكون حجمها حلو. تمام. بعد كده عندي هنا للتغليف كده عباره عن معلقتين من العسل الاسود او سكر، بدوبهم كده في ربع كوبايه من الميه، وبدهن بالقرص بتاعتي كده ورشه حلوه من السمسم الابيض. في الوقت ده بشغل الفرن بتاعي فوق وتحت على اعلى درجه حراره، وادخلها بتاخد حوالي من 12 ل 15 دقيقه، وبتطلع بالتحفه والجمال ده كله. في الاخر كده بنغطيها ونسيبها شويه كده لحد ما تهدى من الحراره. جربوها تعجبكم جدا جدا. لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره بتشوفوا.